كنت واقفة على الستيج وبغني في برنامج. بتمنى انساك زي ما انت نسيتني في يوم، بتمنى انساك وانسى ان انا حبيتك يوم، ويجي النوم او يجي الموت بس يسكت صوت الآه والعتاب واللوم. بتمنى انساك زي ما انت نسيتني في يوم، بتمنى انساك وانسى ان انا حبيتك يوم، ويجي النوم او يجي الموت بس يسكت صوت الآه والعتاب واللوم. انا روان، عندي 32 سنة، متخرجة من معهد موسيقى، وحاليا انا اشطر مغنية في الوطن العربي كله. بس رغم كل ده مش عارفة افرح باي حاجة انا حققتها، بسبب حاجة حصلت لي في الماضي، حاجة غيرت كل حياتي. هحكي لكم قصتي، بس قبل ما احكي بدعوكم تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. بتبدأ قصتي لما كنت في المعهد، كنت واقفة مع اصحابي البنات بنضحك وبنهزر. فجأة لقيت شاب وسيم ومعاه وردة حمراء وبيقرب عليا، ولقيته بيديني الوردة وبيقولي انه بيحبني. اتصدمت واتجمدت مكاني، سابلي الوردة ومشي، وانا كنت واقفة في عالم تاني. واصحابي بقى بيقولولي ايوه يا عم الله يسهله، واللي تقول لا بس الواد قمر الصراحة. خلصت اليوم في المعهد وانا مش بفكر في اي حاجة غير في الشاب اللي جابلي الوردة، وبقول اشمعنى انا دونا عن كل البنات اللي حبني. رحت تاني يوم المعهد وقابلت صاحبتي منى، كانت هي صديقتي المقربة اللي بحكي لها كل تفصيلة في يومي. كنا قاعدين انا ومنى في كافيه بعد ما خلصنا المعهد، وبنتكلم في موضوع الشاب اللي جابلي الوردة اللي معرفش لحد دلوقتي اصلا اسمه ايه. وفجأة لقيته المرة دي جايبلي علبة حمرا وجواها خاتم شكله تحفة، كان لابس بدلة وكان شكله حلو قوي. قرب عليا وقدملي الخاتم وقالي تقبلي تتجوزيني. كنت مصدومة وفي نفس الوقت فرحانة، ما اقدرش انكر انه كان بيبهرني في كل مرة بطريقته الرومانسية دي. حبيته وتعلقت بيه في وقت قليل جدا. كنت بكلمه كل يوم قبل ما انام، واول ما اصحى كان هو الحاجة اللي لازم اشوفها اول ما انزل من البيت. كل يوم كان بيوصلني لحد المعهد وبيرجعني البيت، بقى هو محور حياتي، مش بتكلم غير عنه، مش بفكر غير فيه. في يوم كنت في المعهد وقاعدة مع صاحبتي منى، ولقيت كريم بيتصل بيا وبيقولي حضري نفسك علشان هنخرج النهاردة. فرحت قوي وقلتله بجد موافقة جدا، هخلص معهد وهروح البيت اغير هدومي وقابلك. قالي تمام، وقفلت معاه. لقيت منى بتقولي انتي مش شايفة ان غلط خروجك على طول معاه، وانتي مفيش اي حاجة تربطك بيه بشكل رسمي؟ قلتلها وايه المشكلة يا بنتي، ما هو قالي هيتقدملي بعد ما اخلص المعهد، يعني خلاص هانت يعني. وبعدين قلتلها انتي عارفة كريم يعني بيحبني قد ايه، يعني استحالة يتخلى عني. قالت لي براحتك اللي انتي شايفاه. وخلصت وروحت البيت، غيرت هدومي وقلت لبابا ان هخرج مع منى شوية، ووافق. لقيت كريم مستنيني بالعربية في مكان بعيد شوية عن بيتي. ركبت معاه ولقيته بيقولي ايه القمر ده، انتي كل مرة تحلوي اكتر من المرة اللي قبلها. ضحكت بكسوف وقلتله طب يلا بقى عشان ما نتأخرش. رحت معاه مطعم كان شيك جدا وباين عليه انه غالي قوي. كان ماسك ايدي واحنا داخلين المطعم واخدني لحد الترابيزة اللي كان حاجزها وقعدنا. قالي هتطلبي ايه؟ قلتله انت مش شايف ان المكان شكله غالي حبتين؟ قالي مفيش حاجة تغلى عليكي.
طلبت الحاجة الوحيدة اللي انا كنت عارفاها في المنيو، اسكالوب ومكرونة، وهو طلب زيي. بس المفاجأة لما لقيت الويتر جايب تورتة شكلها حلو قوي ومتزينة بشكل تحفة جدا. لسه الويتر بيحطها على الترابيزة، قلتله ايه ده، احنا ما طلبناش التورتة دي، اكيد انت غلطان او في لبس في الموضوع. قالي لا يا فندم، استاذ كريم هو اللي طلبها. بصيت لكريم بصدمة، قلتله انا مستغربة، يعني النهاردة مش عيد ميلادي ولا عيد تحرير سينا، ايه المناسبة؟ قالي كل يوم بيعدي عليا وانا معاكي بالنسبة لي مناسبة. ضحكت بكسوف وقلتله انت عارف اني بحبك قوي. قالي ولسه في مفاجأة تانية. قلتله مفاجأة ايه؟ قالي التورتة دي جواها هدية ليكي. ولسه بقطع التورتة لقيت جواها خاتم احلى من اللي جابهولي قبل كده. فرحت جدا وقمت حضنته، وخلص اليوم ووصلني لحد البيت. كنت طايرة من الفرحة، حرفيا غيرت هدومي واتصلت بمنى وانا طايرة من السعادة عشان احكي لها على كل اللي كريم عمله علشاني وقد ايه اليوم كان تحفة. قالت لي او ماي جاد حبيبة قلبي ربنا يرزقك. وضحكنا انا وهي وهزرنا وقفلنا مع بعض. وعدت الايام واتخرجت من المعهد، ولان كان صوتي حلو قوي وبعرف اعزف كويس كنت بغني في حفلات كبيرة وفي فنادق، واحيانا كنت بروح مطاعم. وطبعا كريم ما كانش بيفوت ولا حفلة، وكان بيحب صوتي جدا، ما كنتش بسيبه حرفيا. ومنى صاحبتي ما كانتش بتسيبني في اي حفلة، كانت احيانا هي اللي بتعزف وانا كنت بغني. وفي يوم خلصت انا ومنى شغل ولقيتها بتقولي ايه بقى كريم هيجي يتقدم امتى، احنا اتخرجنا بقالنا سنتين يعني ومفيش اي جديد. قلت لها ما انتي عارفة يا منى مامته من ساعة ما عرفت اني بغني وهي رافضة وبيحاول يقنعها وهي رافضة برضو. قالت لي انا خايفة روان يطلع بيضحك عليكي. قلت لها يا بنتي ما تقلقيش ان شاء الله هتقتنع وكل حاجة هتتحل، متبقيش فقر كده. وعدت السنين لحد ما بقى عندي 28 سنة، وانا وكريم كنا لسه ما اخدناش خطوة في موضوع جوازنا، وانا كل ما يتقدم لي شخص ارفضه بدون اي مبررات. وتعبت من الحاح اهلي في موضوع الجواز. وفي يوم لقيت كريم بيرن عليا وبيقول انا مسافر برا مصر. قلت له انت بتهزر صح؟ مسافر ازاي؟ انت عمرك ما جبتلي سيرة انك مسافر او انك ممكن تسافر اصلا. وبعدين هتسافر ليه؟ شركة باباك هنا وكل شغلك هنا. لقيته بيقول لي جملة دمرت حياتي حرفيا. روان انت تستاهلي حد احسن مني، انا مش هقدر اكمل معاكي. وقفل السكة وانا قاعدة مصدومة وعيوني بتنزف دموع. كنت في حالة صدمة غريبة. عمري ما تخيلت لحظة ان الشخص اللي بنيت عليه كل حياتي يطلع كداب بالشكل ده. ما تخيلتش ان كل اللي فات ده كان كذب. ما تخيلتش انه يدمر حياتي بالشكل البشع ده. منى جاتلي البيت لقيتني في حالة انهيار. حكيت لها كل اللي كريم قاله. قالت لي ياما حذرتك يا روان، ومفيش حد بيضيع سنين عمره بالشكل ده، انتي عبيطة، انتي مشيتي ورا قلبك ولغيتي عقلك. خدي وقتك في التعافي زي ما انتي عايزة، بس انا متعودتش اشوفك ضعيفة ومكسورة كده يا روان. روان اللي اعرفها هتقوم من الصدمة بسرعة وهتنسى وهتعيش وهتنجح. وفعلا بعد يومين كلمت منى، قلت لها يلا عشان عندنا حفلة النهاردة. قالت لي كنت متأكدة ان مفيش حاجة ممكن تكسرك وهترجعي اقوى من الاول. وعدى الوقت وبقيت اشهر مغنية في الوطن العربي كله، وبقيت انا واهلي في حتة تانية خالص. بقى عندي بدل الفيلا 2، وعندي عربيات مش عربية واحدة. حسيت اني مش محتاجة الراجل في حياتي. رجالة كتير كانوا بيحاولوا يتقربوا مني خلال الفترة اللي فاتت، بس انا صدمتي في كريم
خلتني اشوف الرجالة كلها خاينة وما تتعاشرش، وان حياتي كده احسن، مش عايزة توجع تاني. كفاية عليا ماما وبابا ومنى صاحبتي اللي مفرقتنيش لحظة، برغم انها اتجوزت ومعاها اطفال، بس انا شايفة ان كفاية قوي وجودهم معايا. في يوم بعد ما خلصت تصوير الاغنية الجديدة بتاعتي، لقيت اخر شخص كنت متوقعة ان اشوفه. كنت لسه بركب العربية، لقيته واقف فجأة قدام العربية. كريم. نزلت من العربية، قلتله ممكن توسع من طريقي عشان امشي؟ قالي ممكن تسمعيني؟ قلتله لا مش عايزة اسمعك، ويلا امشي من هنا. وركبت العربية ولسه همشي، لقيته فتح باب العربية ودخل قعد جنبي. قلتله لو سمحت انزل من العربية. قالي مش هنزل غير لما تسمعيني. وبدأ يحكي ويقول انا بعدت علشان ما كنتش عايزك تتأذي. قلتله والله واللي انت عملته فيا ده ما كانش اذى؟ قالي كانوا هيقتلوكي، افهمي بقى. قلتله هما مين اللي كانوا هيقتلوني؟ قالي فاكرة في اليوم اللي قلتلك فيه اني هسافر؟ ماما هددتني اني لو ما بعدتش عنك وعملت اللي هي عايزاه واتجوزت بنت خالتي هتقتلك. بعدت عنك ووقفت قدامها وقلتلها ان هبعد عنها، بس لو ما اتجوزتش روان مش هتجوز غيرها. وفعلا في اليوم ده سافرت، ولسه راجع من 3 شهور لما عرفت خبر وفاتها. قلتله هي مامتك اتوفت؟ قالي ايوه، ربنا يرحمها بقى ويسامحها. انا بحبك ومش هقدر اكمل حياتي مع غيرك، وعارف انك بتحبيني، ودلوقتي جاي بجدد عرض الجواز من اول وجديد، موافقة تتجوزيني؟ عيطت وقلتله اكيد موافقة. واتجوزت انا وكريم وعشت احلى سنين عمري، والحمد لله انه رجعلي. انا حياتي ما كانش ليها اي طعم من غيره، ودلوقتي انا معايا جودي وعيسى.